الشعب المصري هو أول شعب عرف الموسيقى في التاريخ، وكان بيستخدم الموسيقى في الأعياد المناسبات وتقديم القرابين. فكانت الحكومة المصرية مهتمة بالمزيكا جدا لدرجة إن هي كلفت مسؤولية المزيكا لكهنة المعابد. وعشان القيمة المقدسة للمزيكا عند المصري القديم، أخرج آلة وترية هي الأقدم في التاريخ، ألا وهي آلة الكنارة. وظهرت آلة الكنارة لأول مرة في صعيد مصر في عصر الدولة الوسطى، وفضلت آلة الكنارة ملازمة المصريين في الأعياد، الاحتفالات والمناسبات، واتطورت في زخارفها وحجمها وأوتارها. وبعد غزو اليونان للمنطقة دخلت آلة الكنارة لأوروبا عشان تبقى الآلة المعجزة اللي دخلت بلاد الإغريق، وتمر آلاف السنين لغاية لحظة حفر قناة السويس اللي اتجمع فيها آلاف من العمال المصريين من كل حتة في مصر، وبكل تأكيد جت معاهم آلة الكنارة. ومن اللحظة دي آلة الكنارة بقت جزء لا يتجزأ من المصريين سكان مدن القناة، وخدت سنين معاهم في التطور في الحجم والشكل والأوتار لغاية لما وصلت لشكلها الحالي، ألا وهي السمسمية. السمسمية مش مجرد آلة، السمسمية أسلوب حياة. السمسمية موجودة في الحروب والشدايد ضد المعتدين والمحتلين، موجودة في الأفراح والأعياد والمناسبات. السمسمية رقصة وأسلوب مختلف في الفرح. السمسمية عاشت وعاشرت آلام المصريين ومعاناتهم قبل فرحهم، ففي كلتا الحالتين سواء كان معاناة أو رخاء فالمصري منتج ومبدع. وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.